السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كنت بقى بره، كنت بعبد الرحمن عند الدكتور، حاجة غزات صبعه، رحت كشفت عليه جراحة. المهم ادوله علاج، ان شاء الله نروح عادة يوم 20 نشوف لو افتح على العلاج تمام، مكانش هيضطروا ان هما يفتحوا علاج، بس ان شاء الله خير. معايا بقى هنعمل ايه النهارده يا حلوين؟ معايا نص كيلو من السجق البلدي، نقطع له كده بصلتين. نعمل بقى غدا سريع عشان ايه علي محمد هيجي من الدرس جعان، فمش هلحق اعمل بقى غير كده. اقطع البصل جوليان، ومعايا واحدتين من الطماطم. نشوف كده هنعمل ايه. عايزاكي تصلي لنا على النبي كده حبيبة قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمل تقطيع وارجع. قطعت البصل اهو، هو السجق بيحب البصل. معايا قرنين شطة لو عايزة حر سبايسي، لا مش عايزة حر بلاش شطة. معانا برضو كام واحدة غسلاهم، قطعهم برضو شرايح رفيعة كده. خلي بالك انت بتقطعها عشان انا بخاف من السكينه برضه. عايزاكي تصلي على النبي حبيبه قلبي انت وهي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش هعمل كمية الفلفل دي كلها لان انا طلعت كتير. هعمل اقطع بس على قد ما انا محتاجة، عشان عندي محمد مبيحبش الفلفل قد كده في الاكل. هو الفلفل صغير مش كبير لانه فلفل بلدي. عندك بقى فلفل الوان عايزة تحطي حطي، تمام. نقطع بقى كله كده ايه، والطماطم برضو الكمية اللي انت عايزاها. عايزة تقللي حاجة، عايزة تزودي براحتك انت، اللي تحبيه واللي ترتاحي فيه. اقولك ايه، كل اللي على مزاجك والبس اللي على مزاج الناس. بس انا باكل برضو اللي على مزاجي وبلبس برضو اللي على مزاجي. ما لا باكل على مزاج حد ولا بلبس على مزاج حد. معايا برضو كام فص توم مقشراهم وغسلاهم. بتاع دي بقى جميله تحفه، بتقعد بحطها وبلفها كده، بتلف بسهوله على فكره، بس عشان انا ايديا تعبانه اهي تكون اتفرمت. بص بقى يا ست البنات، معايا السجق كده ايه فاكك بس مش قوي.
نقطعه تقطيع عشوائي كده. زي ما انت شايفه كده. كده خلصت المكونات بتاع الاكله. السجق بتاعته مكعبات زي ما قلت لكم على المشي كده، والطماطم شرايح وبصل وفلفل وثوم. تعالوا بقى نروح عند البوتاجاز. معايا مكعبين من الزبده، ونشوف بقى ايه عين السمن البلدي. نسيبهم كده يسيحوا كده مع نفسهم وارجع لكم. معايا معلقه من السمنه البلدي، خلي الكلام ده كله ايه صفايح الزبده السايحه براميل القشطه النايحه. ولا يا ولا الزبدة دي هتسيح كده. حط بقى طاسة، حط جريل، اعملي زي ما انت عايز. انزل كده. انا نزلت بالبصل ودي غلطة مني، سوء عليا يعني. بس ايه، انا اتلخبطت بين الاطباق. هو المفروض ان انا انزل بالسجق الاول. هشيل البصل بقى بجنب كده، ثم تغير المعلقه دي ثم مشيلهاش. المفروض انا كنت نزلت بالسجق الاول، بس عادي غلطه ملحوقه او مرفوضه. انزل بالسجق كده. نديله تشويحه. هنزل بس بالفلفل الاسمر كده على السجق. الكلام والمفروض انا كنت نزلت بالسجق الاول زي ما قلت لكم. انا ايه نسيت ونزلت بالبصل الاول. هو السجق برضه بينزل ايه، عشان انتوا بتقولوا عليه سجق ولا الدق. هو بينزل برضه ايه، نزل دهنيه كده شويه. قلب بقى كده ايه كله مع بعض. البصل بس ايه وانا كنت كده هنزل بالبصل بعد السجق. بس يلا كله خير كله خير. هي مش هتفرق في الطعم كتير، بس انا كنت بحب اعمل الخطوه دي الاول يعني. نص المكان كده بقى هنا. هنزل بالثوم كل ده على نار عالية. شايفين؟
عايز اشم بقى ريحة الثوم كده. والله ريحته صراحة بجد الريحة خطيرة. نشوف مين مع الباب ونجي نرجع بالكيسة. نقص النار شوية، اديله تقليبة. ما باخدش سوا على فكرة، سيبه شوية. انزل بقى بالطماطم، عايزة تقطعيها حتت صغيرة براحتك انت حباها. هبهر بقى بالكمون وكزبرة. احنا حطينا فلفل اسمر في الاول، مش هحط تاني عشان ما يبقاش حر اوي. هرشها من الدقة كده كده. شكرا. او مش عايزة اغير طعمه، مش عايزة اكتر في البهارات. انا عايزاكم تشوفوا الكلام ده كده، طعمه والحلاوة دي. وهنا سأسكت قليلا. لما بطلت عليها كده هسيبها بس ايه من 5 ل7 دقايق، مش اكتر من كده، وبعدين هضيف. شايفين اصلا كل حاجة بدأت تلبن ودخلت في الفرن. انا بس مغطيه عشان البصلة تستوي. الكلام ده كده خلاص. ايه طفيت اهو. بصوا بقى شوية اسجق كده ايه في قلبك. هات شوية بصل كده. شايفين جمالهم؟ ولا بقى ايه الطعم بقى، ولا الريحة قلب الدنيا. انا مفضل. وصلت معايا لحد هنا، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.